الا سولتي كاع المغاربه على شكون هو اهم وافضل لاعب في المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحالي، كاين اللي غادي يقول لك بونو، كاين اللي غادي يقول لك حكيمي، نصيري، بوفال، زياش، حتى شي واحد ما غادي يذكر لك احسن لاعب واهم لاعب في المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحالي. ضرب معك ديك لايك ديك ابوني ودوز نقول لكم شكون هو هذا اللاعب. احسن لاعب في المنتخب الوطني المغربي بالنسبه لي هو سفيان امرابط. هذا اللاعب هذا اللي ما واخدش حقه في الاعلام وكاع المحللين العالميين ولا الناس اللي كيفهموا في الكره ديال بصح كيقول لك اهم لاعب في المنتخب الوطني المغربي، ولا حيدتيه من المنتخب الوطني المغربي يقدروا ما يوصلوش الناس نهائي كاس العالم بالاهميه ديال هذا اللاعب. اي واحد ما كيفهمش في الكره بزاف غادي تمشي تسولو على سفيان امرابط غادي يقول لك قاطع كرات في منتصف الميدان وهو الدور ديالو الوحيد. هو ما عرفش الادوار التكتيكيه الكبيره اللي حاطهم عليه وليد الركراكي وبلا به راه ما يقدر يديرهم حتى شي لاعب في المنتخب الوطني المغربي. ماشي ادوار دفاعيه، لا ادوار هجوميه، ادوار اللي ما يمكن حتى شي لاعب في الوقت الحالي كيبان لي في العالم يديرهم من غير رودري ديال مانشستر سيتي وكيميتش ديال الباير وسفيان امرابط ديال المنتخب الوطني المغربي. المهم المركز ديال سفيان امرابط هو كسور او لاعب ارتكاز. وباش نزيد نقربكم من الموضوع اكثر، برشلونه العام اللي فات كان عندها سيرخيو بوسكيتس، وكانت البارسا كتبان لك باللي فرقه عاديه وكتطلع كره بكل سهوله وبكل سلاسه، وكلشي كان كينساعد سيرخيو بوسكيتس وكانوا كيقولوا بلي هذا اللاعب راه خصو يخرج من البارسا. كان فوا خرج سيرخيو بوسكيتس من البارسا راه ما بقاتش ديك البارسا ديال العام اللي فات، ولات كتعاني وكتخسر بشي نتائج كارثيه. كره ما بقاتش كتطلع، ولا تشافي كيلقى المعاناه، تشافي ولا كيعاني ديال بصح الا بغى يطلع كره، ولا كيعاني ديال بصح دفاعيا. المهم البارسا بعد ما مشى لبوسكيتس ما بقاتش ديك البارسا ديال العام اللي فات. وهادشي كيورينا الاهميه ديال لاعب ارتكاز في الماتش. الا كان عندك شي لاعب ارتكاز واعر راه كتكون الفرقه كامله واعره. كيقول بيب غوارديولا اعظم مدرب في تاريخ كره القدم. الا شفتي لاعب ارتكاز في الماتش فراه انت غادي تفهم الماتش مزيان، وإلا ما شفتيش في اللاعب ارتكاز راه ما غاديش تفهم الماتش كي غادي. دابا اجا نرجعوا لسفيان امرابط ديالنا ونعرفوا الادوار التكتيكيه ديالو. اول ميزه كيتميز بها سفيان امرابط على بزاف ديال اللاعبين ارتكاز في العالم وكيتحاسموها هو اللاعب ديال مانشستر سيتي رودري، هي قطع الكرات في منتصف الميدان. جزار سفيان امرابط في الالتحامات البدنيه. سفيان امرابط هو اكثر لاعب في المنتخب الوطني استخلاصا للكره بعد نايف اكرد، حيتاش نايف اكرد الدور ديالو هو انه يستخلص كره، ولكن سفيان امرابط عنده بزاف ديال الادوار. كيجي ثاني لاعب في المنتخب كيقطع كواري باش تعرف العظمه ديال سفيان امرابط قطع الكواري. وهادشي شفناه في المباراه ديالنا قدام اسبانيا في كاس العالم. يعني سفيان امرابط دار واحد المباراه تاريخيه، وكاع المحللين ديال العالم كامل تفرج فيهم كيمدحوا كيعاودوا في سفيان امرابط. كيقول لك بلا سفيان امرابط في هذا الماتش ديال اسبانيا راه كان بيدري غادي يدير الادوار ديالو على اكمل وجه، وكانوا يقدروا يوصلوا للمرمى ديالنا بكل سلاسه وبكل سهوله. ولكن سفيان امرابط جاهم من الاخر وما خلاهمش يتنفسوا وما خلاهمش يفكروا في الادوار ديالهم الهجوميه بالضغط العالي والقتاليه اللي عنده في منتصف الميدان. نجيكم دابا للدور الثاني ديال سفيان امرابط. الدور الثاني والاهم ديال سفيان امرابط هو تصعيد الكره من الدفاع للهجوم. المنتخب المغربي هو افضل منتخب في لعب المرتدات، افضل منتخب يقدر يخرج لك الكره بكل سلاسه وبكل سهوله. هادشي هذا كامل كيعتمد على سفيان امرابط اللي هو العضو الاساسي باش تخرج الكره من المنتخب الوطني المغربي. حيت سفيان امرابط واحد من اللعابه القلال في العالم اللي صعيب انك تفتك منهم الكره، وخا يبان لك راه ماشي مهاري ولكن راه صعيب بزاف انك تضغط وتفتك كره من سفيان امرابط. سفيان امرابط ملي كيشد البالون فراه ما يمكنش تقطعها منه، وهادشي اللي كيخلي الخروج ديالك بالكره يكون زوين وسلس مزيان وتقدر توصل للشباك ديال الخصوم بكل سهوله. دابا نجيكم للدور الثالث ديال سفيان امرابط. في الحاله الهجوميه ديال المنتخب الوطني المغربي ملي كيكون مزراوي واشرف حكيمي الاظهره كيطلعوا يعاونوا الهجوم، هنا خصك ثلاثه ديال قلوب الدفاع. واذا ما كانش عندك شي كسور جزار بحال سفيان امرابط فراه ما يمكنش يتميز بهذه الحركه هذه. البارسا ديما كتعتمد على فرانكلي ديونغ يهود كثالث المدافعين، هادشي اللي كيخليها ديما تضرب مرتدات وتماركاو عليها كوان سالين، حيت فرانكلي ديونغ ماشي شي قاطع كرات واعر، ولكن حنا عندنا سفيان امرابط اللي كيوقف كثالث المدافعين في الحاله الهجوميه ديال المنتخب الوطني المغربي. يعني كيصعب عليك انك دير مرتد على المنتخب الوطني المغربي. ملي بدينا في كاس افريقيا واش شفتي شي منتخب تجرأ انه يلعب ضدنا بالمرتدات؟ حيت حنا عندنا سفيان امرابط قاطع الكرات راه ما يمكنش يقطع شي لعاب واخا تكون المهاره ديالو كما بغات تكون. دابا يمكن نكون وضحت لكم الدور الكبير ديال سفيان امرابط، وغادي نقول لكم دابا علاش مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي ما اعتمد على حتى شي لاعب ارتكاز من غير سفيان امرابط، حيت كتعرف فيه. يعني شوف الادوار كامله اللي كيدير، شوف هاد الخدمه اللي كيدير في منتصف الميدان. واش يمكن يتعرف شي لاعب يدير الادوار ديالو؟ دابا غادي تقول لي علاش ما يدخلش امين حارس ويدير الادوار ديال سفيان امرابط ويريحوا واحد الماتش ولا جوج ماتشات؟ في المباراه الماضيه اوناحي غادي يشدوا لينا واحد اللاعب ديال كونغو الديمقراطيه. هنا احتاجنا ضروري شي لاعب يعوض لينا اوناحي، واعتمدنا على املاح باش يصنع الالعاب في الجهه اليسرى. هنا املاح بدا كيدير شي كوارث اللي ما يمكنش يديرهم، وعادي لانه ما كيلعبش في الدور ديالو الحقيقي. يعني اي لاعب غادي تلعبه في مركز
مركز اللي ماشي ديالو ولا شي مركز اللي ما كيعرفلوش، فراه غادي يبدا يدير لك شي اخطاء بدائيه وغادي يبدا يبان لك بحال شي لاعب ما كيعرفش يلعب. يعني اللاعب خصك ديما دير المركز اللي كيبرع فيه، المركز اللي كيعرف يلعب فيه. غادي تقول لي لونطري ما وروينا الكحله وما يعرفش يلعب حتى في مركز ديال لاعب واحد اخر، غادي نقول لك لا، بما انك تريني بزاف على المركز ديالو كيولي يعرف غير يلعب في المركز ديالو، ما يمكنش يتبدل له المركز ديالو، حيت ان فوا كتبدل المركز لشي لاعب كيتبدلوا الادوار، كتبدل اللعب، خصك تبدل معاه حتى التكتيك. الا ما بدلتيش التكتيك فراه هذاك اللاعب مسكين غادي ياكل الطاق ديال بصح، كلشي بدا ينتقد والمغرب كامل غادي يوقف وغادي يقول لك شو راه ما كيعرفش يلعب. لا، هو راه مسكين لعب شي في المكان ديالو. وهادشي اللي بحال املاح، حيتاش املاح مشى دار واحد الادوار اللي ماشي ديالو. حنا كنعرفوا املاح كيعرف يلعب بدون كره، كيعرف يتحرك في الملعب، عنده واحد اللمسات مفتاحيه. يعني املاح ماشي داك اللاعب صانع العاب يحط لك اسيست بحال اوناحي الفنيات يدوز على الواحد على واحد. هادشي اللي خلى املاح يبان لك بلي راه لاعب ضعيف. لا، املاح ملي كيكون اوناحي داير الادوار ديالو على اكمل وجه كيكون لك املاح داير حتى هو الادوار ديالو على اكمل وجه. المهم كنشكروا اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي حيت محمرين لينا وجانا في كاس افريقيا، وكنتمنى اننا نديوه ونربحوا السنغال في الفينال. عقلوا على هضرتي، غادي نطلعوا مع السنغال في الفينال حيت هي ثاني اقوى منتخب بعد المنتخب الوطني المغربي، وكتميز حتى هي بالهجوم ديالها. يعني حتى السنغال راه فرقه اوروبيه وفرقه واعره ديال بصح، وكنتمنى حنا نطلعوا معاها باش تكون نديه ونشوفوا ثنائيات باللي الجزار ديالنا سفيان امرابط والوحش ديالو ساديو ماني، ونشوفوا شكون اللي غادي يوقف الاخر. انا كيبان لي بلي سفيان امرابط قادر يوقف اي لاعب كيما بغا يكون، دي بول ديال المنتخب ولا رودري ديال المنتخب الوطني المغربي. خوتي كنتمنى حتى نتوما تبداو تشكروا في سفيان امرابط وتعرفوا القيمه والاهميه ديالو. انا في الفيديو ده وضحت لكم الادوار التكتيكيه ديالو الكبيره اللي كيديرها في منتصف الميدان. يعني راه اللاعب عليه واحد الحمل قوي بزاف. بالنسبه للناس مثلا اللي كتقول لك باللي راه وليد الركراكي خصو ضروري يبدا يعطي فرصه للاعابه اخرين، راه ما عارفش باللي لاعب واحد اخر الا دخل في المكان ديال سفيان امرابط فراه هذاك اللاعب مسكين غادي يعاني ويقدر يبان لينا باللي لاعب ضعيف وما كيعرفش يلعب. حيت بزاف ديال اللعابه مثلا كتشوفوا هو كيلعب في الفرقه ديالو مزيان وكيدير الادوار ديالو واعره، ملي كيجي للمنتخب ما كيبقاش يقدم دوك الادوار ديالو على اكمل وجه. هادشي اللي كيخلينا كاملين نبداو ننتقدوه وما نعرفوش باللي هاد اللاعب هذا مسكين راه تبدل له المركز ديالو. ولا بزاف ديال الناس مثلا كتكون ما كتفهمش في الكره وكتبدا مثلا تنتقد هذاك اللاعب، واي واحد يمكن يكون ما كيفهمش في الكره. يعني عادي انك تكون ما كتفهمش في شي حاجه، وعادي شي واحد اخر كيفهم ويشرح لك ويقول لك شنو باش انت المره الجايه غادي تشوف مثلا سفيان امرابط غتزرع في الادوار ديالو. ملي غادي تشوفو كرجع مثلا كثالث المدافعين غاديش تقول بالله راه دار واحد الغلط ولا شوف فيه واقف، لا غادي تعرف باللي دوك الادوار ديال وليد الركراكي هو اللي عطاهم سفيان امرابط باش يمشي يوقف تما. المهم خوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، ضرب معك ديك لايك ديك ابوني باش تعاوني نشر ديما الفيديوهات، وكنتمنى تكونوا بخير حتى انت تكون بخير، والسلام عليكم.